90% من الناس اللي بتشتري كورسات بيسيبوه في الشهر الأول، وأنا كنت واحد منهم. شريت كورس مونتاج في المحاضرة الأولى قال لي نزل البرنامج ونسطبه، بعدها قفلت الكورس. ده مش كسل، ده علشان مفيش سبب منطقي تكمل علشانه. أنا فهمت ده لما شفت واحد صاحبي، هو مش أذكى مني على فكرة، بس هو كان بيكسب في الشهر $3000 من المونتاج بس. سألته أنت إزاي بتكمل وما بتزهقش؟ قال لي أنا بشوف الفلوس وبحطها في دماغي قبل ما بفتح اللابتوب. ساعتها أنا كنت بشوف المهارة، هو كان بيشوف الفلوس. الفرق ده كلفني سنة كاملة من عمري. الناس مش بتسيب الكورسات علشان هي كسلانة، بتسيب الكورسات علشان مفيش خيط واضح بين أول محاضرة وبين أول $100 ممكن تكسب. ولما الخيط ده بيبقى واضح بتكمل تلقائي. لو بتتعلم مونتاج أو عايز تكسب منه، الفيديو اللي جاي هوريك أول خطوة عملتها فعلا، مش كورس، قرار.